ديانا حداد تكشف وتصرح عن أسرار جمالها الذي قلب الوطن العربي. ما شاء الله أنت كل طلع لك ما شاء أكثر نضارة وأكثر شباب وعندك يعني تسامح مع الحياة وكل شيء. إيش السر بالضبط؟ ورغم كل الجدل الذي أثارته حول هذه الأسرار إلا أنها تكشف عنها بكل شفافية وبدون أي خجل. هلا طبعا رح يصير في حكي انه ديانا عمليه تجميل وعمليه تجميل، وصار الكل مش عامل عمليه تجميل، مع احترامي للكل. فما السر وراء هذا الجمال الفائق؟ هل هو طبيعي أم أنها قد خضعت لعمليات تجميل واضحة؟ وما السر وراء هذه الرشاقة التي أبهرت الجميع في ظهورها الأخير؟ سؤال بقى جايبينه على انستجرام عندك، ازاي ديانا بتعرف تحافظ على جمالها ورشاقتها دايما؟ استعدوا لاكتشاف ما قد يصيبكم بالذهول عن ديانا حداد. لذا لا تنسوا دعمكم لنا بالاشتراك والإعجاب بالفيديو، ودعونا نبدأ سريعاً. خليني أخبرك شغلة يكون واقعية شوي. نحن بنعمل شغلات بسيطة بس صدقيني الروح هي الأساس. منذ سنوات طويلة وديانا حداد تحافظ على جمالها بطريقة أدهشت جمهورها في العالم العربي، ورغم تغير الزمن وتبدل الموضة ما زالت تظهر بإطلالة شابة هادئة ومتزنة، وكأن السنوات لم تمر بها أبداً. والسر لم يكن مصلاً سحرياً أو عملية تجميل مخفية، بل كان ما هو أعمق من ذلك بكثير. احكي لنا كده ايه الروتين بتاعك اليومي، بيبقى عامل ازاي؟ رياضة فيه ولا لا؟ أكدت ديانا أنها تلتزم بممارسة الرياضة والميديتيشن بشكل منتظم، ليس لمجرد الترفيه أو محاولة مؤقتة، بل أسلوب حياة. بعمل شغلات الى جانب، بعمل بيلاتس، بعمل اللي هو المديتيشن، يعني هي شغلات كمان بتفيد مثل اليوغا، والرياضه هي اساس كل شيء اكيد يعني. فهي تذهب إلى الجيم من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، وتمارس اليوغا والتأمل بشكل دائم، أنا بعمل رياضة كتير، يعني بالأسبوع 3 ل 4 مرات. معتبرة أن الصحة الجسدية لا تنفصل أبداً عن الصحة النفسية، وهذا ليس ادعاءً بل تجربة تعيشها بكل تفاصيلها. هلا بلشت اخذ دورات بالتطوير والطاقه، اللي هو علم الطاقه وطاقه الجذب، والشغلات اللي بتفيدني انا كانسانه قد ما يكون عندي ضغوطات ولكن المفاجأة الكبرى أن الفنانة ديانا حداد لا تحب المكياج، رغم أنها محترفة فيه وتعرف كل أسراره، إلا أنها تفضل أن تكون طبيعية. أنا بحبش الميك اب على فكرة، يعني حتى اليوم عم بقول لهم عشان للميك اب شغل بس ارتست ما بحبش الميك اب. يعني اوكي بتحتاجي وبعمل ميك اب، ام فيري بروفيشنال. بسيط. بل تعتبر أن الجمال الحقيقي يكمن في الصفاء الداخلي، وأن المبالغة في التزيين يفقد الوجه روحه. هذا التصريح وحده كان كافياً ليثير الجدل، خصوصاً في زمن أصبحت فيه الفلاتر والمكياج الثقيل من الأساسيات، حيث صرحت بشدة على أهمية صحتها النفسية. لما تكوني متصالحة مع نفسك وفي سلام صدقيني داخلي بيعكس على شكلك. فمش بالضرورة أنا بعمل شيء بعفويتي بدون أي تصنع، بدون أي ضغط خارجي. هذه العبارة ليست مجرد جملة جميلة، بل فلسفة تتبناها وتعيشها بكل عمق في زمن تزداد فيه الضغوط النفسية والمقارنات القاتلة عبر مواقع التواصل. تأتي ديانا لتعيد تعريف الجمال بمعايير مختلفة تماماً، كما أنها كشفت عن روتينها اليومي وبدأت بنظامها الغذائي، حيث أن ديانا لا تتبع حميات صارمة ولا تحرم نفسها من الطعام، بل تعتمد على الصيام المتقطع لمدة 16 ساعة، وتأكل خلال ال8 ساعات المتبقية كل ما تحب، ولكن باعتدال ووعي. باكل كل شيء، بس انه انا مثلا عامله صيام 16 ساعه، اللي هو فرضا انا اكلت الساعه 10 بالليل، لتاني يوم للساعه مثلا 2 أو 3 لحتى اكل. تخيلي أنها لا تخلو حقيبتها من الشوكولاتة. هذه العفوية الصادقة جعلت كثيراً من النساء يشعرن بالراحة، وكأن الجمال ليس حرماناً بل توازناً. باكل شوكولا، حتى هلا اذا بتفتحي شنطتي لازم اخرجيك في شوكولاتة. اصور لكم 5 بارز شوكليت. يوميا؟ لا لا بس بضلوا معي قصدي بالشنطه، لازم يبقوا موجودين، بس لازم يعني اكل شيء حلي فيه. لكن الجدل الأكبر كان حول سؤال لا يفارق ذهن المتابعين: هل ديانا حداد خضعت لحقن البوتوكس؟ وهنا جاءت إجابتها واضحة وصريحة: بس اكيد بعمل بوتوكسون، يعني بنحتاج شغلات هيك بين حين الى اخر. لم تنكر ولم تتصنع، بل قالتها بوضوح. ومع ذلك شددت على أن السر الحقيقي خلف شبابها ليس البوتوكس بل الصحة النفسية. قد ما تكوني نظيفة من جوا، مش عم بحكي عن نفسي بس ان جنرال، اي انسان عنده نفسية طيبة عرفتي
بيعكس على وجهك هذا الشيء. هذا ما تعتبره الأساس الذي يبنى عليه كل شيء: الجمال والرشاقة والحيوية. عزيزاتي، رسالة ديانا في كل ما قالته تتجاوز الجمال الخارجي، فهي دعوة صريحة لكل امرأة في الوطن العربي. عندي الإنسان ما يحرم نفسه، صدقيني هي كلها هون. توقفي عن السعي خلف الكمال الصناعي، وابدأي بالاهتمام بنفسك من الداخل. كوني صادقة مع ذاتك، ولا تخجلي من خياراتك، سواء اخترت المكياج أو لا، الرياضة أو الراحة، الطعام أو الامتناع. الأهم أن تكوني في حالة صلح داخلي مع نفسك، لأن هذا الصلح وحده هو الذي سينعكس على ملامحك وعلى بشرتك وعلى حضورك وعلى طاقتك. في النهاية، لن نبالغ إن قلنا إن ديانا حداد لم تغير فقط مفهوم الجمال لدى جمهورها، بل زرعت فكرة ثورية: أن الجمال لا يشترى بل يصنع من الداخل. والأهم من كل ذلك هو رأيكم أنتم. شاركونا رأيكم في خانة التعليقات أدناه، ولا تنسوا دعمكم لنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، فلدينا المزيد من الأسرار التي تنتظركم. ألقاكم في الفيديوهات القادمة. إلى اللقاء.